رباطابي فاتح مطعم الساعة 2 صباحا، الكهرباء قاطعة، مولع شمعة بمشي في الناس، جاهو جنوبي انه عصف سنوني تحت ما في. قال له عمك انك بول، طفى الشمعة. رباطابي قال له فول في لك، يرجع ورا، ارجع ورا مترين ثلاثة، بعدين اشر ما تنضم بديك. جنوبي رجع ورا مترين ثلاثة، ثاني جا وراجع، قال له ملينا ايدين بول، طفانا المرة الثانية. قال له قدر ظروفنا الدنيا ليل، خلقة الله ما عندنا فيها مانع، بس قشتين اخر قشه فضلت واحد، ارجع ورا. جنوبي رجع ورا زعلان، الناس زادوا على الرباطابي، الفول قرب يكمل، الجنوبي خاف الفول يكمل من ورك ورك ليه؟ امك والله بالطريقه انا بدينا بول بس. طفاني هاي. رباطابي حرقتها عليه، قال لا الله اجانا كان عندي خشمك ده كان فتحته وانشر. وده واقف قدام القاضي. رباطابي ده بارد برود ولا هزيشي، ومحكمة مدورة فوق والحكم صعب. القاضي لحظة النطق بالحكم، الرباطابي ده عنده قشة مدخلة في سنونه ويعمل كده. هو المحكوم. القاضي قال محكمة حكمت عليك المحكمة بالإعدام شنغا حتى الموت. يا سيد حكمت عليك المحكمة بالإعدام شنغا حتى الموت. يا بشر موت ما بتحس انت اعدام. قال لي ما سمعنا عامل راسك الكثير ده. قالوا ربنا يا اخواننا خلق اصوات الناس مختلفه، في ناس اصواتها جميله بالتاكيد، في ناس اصواتها ما جميله، في ناس اصواتها تخينه، في ناس اصواتها لكن صاحبنا ده صوته شاذ. النوع اللي بيقول لك السلام عليكم كيف تمام، صوت عجيب. جا ماشي في شارع الدكاتره، شركات الانتاج الفني، الفنانين بيغنوا، قالوا الله يعقل الواحد يطلع الشريط يغني مع الجماعه دي كده، ما يزول بقى يغني ما. وصفوا لجنه الصوت، مش لجنه الصوت، السلام عليكم دار نغني يا بشر. قال له اول حاجه الشغله دي ما رجع لها، بعدين صوتك ده بقري كيف يعني؟ ها؟ معاي انتو؟ عارف الصوت انا. قال لي يا زلمه مش لدكتور خليه يغير لك حبالك الصوتيه، يشد لك الحبال الصوتيه، لانه الحبال الصوتيه بتاعتك مرتخيه ما في طريقه تغني ولا يمشي. مشى للدكتور، الدكتور عمل له عمليه، الصوت قلب عكسي 180 درجه. النعل بيقول السلام عليكم كيف تمام؟ صوت عجيب حاد. رجع للجنة الصوت ثاني، السلام عليكم يا اخوان، المفروض كان جيتكم قلت لكم ده اغني اصلا كان صوتي صعب شويه وانا جايزه. قال له هوي امي جيب صوتك الاول، القنوات كترت بنجاز فوليك امش. كيف يعني؟ ما بينفع. قال لا صوتك ده ما بينفع، صوتك ده هابط. كيف يعني؟ قصدك شنو عندكم مجال تقولوا كنتوا ما يكون انتوا طلع. قال لا زول امشي مشى للدكتور ثاني، قال الدكتور السلام عليكم يا اخي انا سمعت غير اديني صوت الاول يا اخي صوتك ده تافه. قال له صوتك الاول انا خطيته في برطماني يا ممرضه شفت صوت الزول ده؟ قال ده مين يضريني. القبائل السودانية كثيرة والقبائل السودانية جميلة، ونحن دائما لما ننكد على القبائل السودانية يا اخواننا بنقصد انه نوصل ثقافة الآخر في بلدنا الجميلة وبلدنا المساحات ممتدة جوانا، وان شاء الله دائما نحتفظ بحاجاتنا الجميلة وبعاداتنا. الشوايقة فيه والجعليين فيه والجنوبيين فيه والرواطان فيه والغرابة فيه والشراقة فيه والأدروبات فيه، ونحن هسه حاليا نختار لهم النموذج للشوايقة. أهل الشوايقة ناس طيبين خلاص، بس القرش ده شوية كده بس، هم صعبين شديد لكن شنو ما بيمرق الا يعرف دربه ماشي وين. ده قالوا الشايقي عزم صاحبه جعل رحله في مركب، والشايقي مركب اسرته وجعل ضيف في نص البحر، شاء اراده ربنا سبحانه وتعالى المركب تتقلب، وما في زول بيعرف يعوم في المركب ده غير الشايقي. الجعل ده جنح كله يعني الشايقي ده كان خلاص بقى طيب بيمرق امه، بقى يشهد راجي يومه. الشايقي كذب كل توقعات الناس اللي واقفين برا بعينه في المنظر وطلع الجعلي. ناس الحله الشايقي تخلي اهلك تمرق الجعلي، الجعلي داير منه قروش الله شنو؟ قال له عندي دايرين نخليه يموت شهيد.
التحيه لكم والتحيه للشوايقه وللجعلين ولكل الناس. احنا حقيقه ده فاصل من همبري والكوميديا، حنرجع لكم تاني. شكرا جزيلا.